اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه رأيكم في فطارنا النهاردة بقى يا جماعة؟ ده كان يوم من أيام رمضان، كان فطاره بسم الله ما شاء الله. عملنا حمام محشي فريك، وعملنا صينية رقاق طري، وعملنا محشي بتنجان وفلفل وكوسة، حاجة كده اللهم وفي بارك. عصفور. اللهم ديمها نعمة علينا واحفظها من الزوال يا رب، ويجعل صيامنا وقيامنا في ميزان حسناتنا كلنا، وما تخرجناش من الشهر ده إلا وانت عاتقنا من النار يا رب العالمين. النهارده بقى يا جماعة حشيت معاكم فلفل وبتنجان وكوسة، حاجة كده بصوا تفتح النفس من الآخر. وتعالوا نعمل صينية الرقاق مع بعضينا. دهن الصينية سمنة، وهنا جايبة نص كيلو رقاق طري. أنا مش هبله لأنه هو طري أصلا، مش محتاج إن هو يطرى. ما بين كل واحدة رقاقة ورقاقة بدهن دهن السمنة كده أهو. النص كيلو يا جماعة عامل 8 رقاقات، حطيت 4 وبدهن ما بين كل رق ورق دهنة سمنة كده بالفرشة. وفي الرابعة رحت حاطة رق اللحمة المفرومة اهو. انا هنا ادي دي رابع واحدة، هدهن برضو السمنة بتاعتي كده. وبعد كده يا ست البنات هروح ده حاطة اللحمة بقى المفرومة بتاعتي، كنت معصجاها وشايلاها. كنت موضبة الحاجات دي قبل رمضان، مسهلة عليا الوقفة في المطبخ جدا يا جماعة. كنت محمرة شعرية ومعصجة لحمة وموضبة حاجات كده. بسم الله ما شاء الله، بجد بجد الحاجات دي فرقت معايا جدا وانتي بتوضبيها قبل رمضان. هنا بقى هفرد اللحمة المفرومة اهو. وبعد كده هرجع بقى تاني اعيد ال4 اللي فاضلين. ما بين كل رق ورق هنحط سمنة، معلقتين سمنة كده او بالفرشة تدهني سمنة. وما تكتريش السمنة عشان ما تبقاش دسمة قوي، علشان ما تبقاش تقيلة، احنا بنحب الحاجة خفيف. هنا بقى اهو الرقاق كده تروح دهنة برضو سمنة اهو. واروح فردة التانية، فاضل كده رقاقتين، يبقى انا خلصت الصينية بتاعة الرقاق. وطبعا انا ما سويتهاش في الفرن يا جماعة، انا هسويها على عين البوتاجاز من فوق، بجد كانت خطيرة، كانت حلوة جدا اهو. ما بين كل رق ورق، اوعي تنسي السمنة بتاعتها، وما تكتريش السمنة قلت علشان ما تبقاش دسمة وتجزع النفس. هنا انا خلصت بقى ربع رقاية هدهنها سمنة. وبعد كده هتعملي ايه يا زوزو؟ طبعا هولع عين البوتاجاز ووطيها خالص، واقف قدام الصينية والفها شمال واليمين. بعد كده يا ست البنات بقى هتعملي ايه؟ هنحطها على عين البوتاجاز. انا بقى عملت حاجة ونسيت، وبعد ما عملتها افتكرت، جبت السكينة وقطعت. بعد ما قطعت ناحية واحدة بس، قلت طب ما انا كده كده هقلبها هتتبهدل معايا. فرحت ما كملتش تقطيعها، قلت خليها على كده، على اساس ان انا اعرف اقلبها في الصينية اهو. افتكرت بقى هنا وقلت لا مش هكملها. بعد كده ما سويتها بصوا الجمال، صدقوني على عين البوتاجاز والله من فوق. قطعتها بقى بسم الله ما شاء الله كده. كانت حاجة قمر، وكان طعمها حلو جدا، وكانت مقرمشة وجميلة جدا. بعد كده يا ست البنات هجيب بقى المحشي بتاعي. طبعا التخديعة عملتها معاكم كذا مرة. حطيت الرز، واهم حاجة الخلطة عندي دي، تبشري بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وحبة خضرة وتتبليهم، وانزلي بيهم بقى على دعكيهم كويس جدا بايدك، وانزلي بيهم على المحشي. الرز بتاع المحشي بصوا بيودي الطعم في مكان تاني يا جماعة، بيخليها طعمها حلو جدا. وقلبي كل الخلطبيطه دي في بعض. وبعد كده هنحشي بقى. انا حشيت النبايه في صينيه يا جماعه، جبت صينيه وحطيت بقى قلب الكوسه في قلبها، وطماطم وفلفل كده، وتروحي مقطعه حلقات، وتبتدي تحشي وترصي في الصينيه. كان اللهم بارك، كان طعمه حكايه يا جماعه، كان حلو جدا اهو. بجد بجد كان طعمه تحفه. والحمام انا عملته معاكم كده في فيديو، فانا النباجي مش هعمله معاكم، وهنجيبه وهو جاهز على طول لما عملناه بالفريك اهو. اصل انا النهارده يعني كان عندي عزومه يا جماعه، فقلت اوريكم كده العزومه والحاجات اللي انا عملتها. وعملنا كمان ملوخيه وعصفور، بس انا ما رضيتش اجيب لكم بقى الحاجات ديت، قلت ابسط الفيديو عليك عشان ما تقولوش زوزو بتطول الفيديوهات. هنا بقى بحشي واحدة كوسة، واحدة فلفل، واحدة بتنجان، والفلفل هكمل بقى حشو الصينية كلها. وبعد كده يا قمرايا هوريكم الصينية في النهائي بقت شكلها عامل ازاي. كانت حاجة كده بصوا تتاكل نية بصراحة، كان شكلها يفتح النفس، وكانت جميلة جدا اهو. هنا بقى انا خلصت بقى وسويت كمان المحشي، وادي الاكل بتاعنا كان فطارنا اللهم بارك. كان حمام محشي فريك ورقاق، مش جلاش، رقاق طري،
وبتنجان وفلفل كوسه، وعملنا شويه ملوخيه، وعملنا شويه عصفور. ربنا يديمها نعم علينا ويحفظها من الزوال يا رب. يلا يا ستي البنات، لايك وشير للفيديو، لو عجبك الفيديو كومنت حلو من اللي بيشجعني، وما تنسنيش باللايك كتير كتير، واترككم في رعايه الله وامانه.